بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم السوفت وير. النهاردة هنتكلم في فيديو يهم الناس كلها، خاص بأجهزة الآيفون. طبعا العميل ساعات بيجيلك بجهاز آيفون. الجهاز ده عليه باسورد، بس باسورد أي كلاود. هو عارف الأي كلاود بس مش عارف الباسورد. بالتالي هو بيقدر إن هو يخش على الجهاز عادي، بس ما يقدرش يحمل أي برامج، لأنه هو كل ما يجي يحمل برنامج بيطلب منه باسورد لأي كلاود. فاحنا هنشوف هنحل المشكله دي مع بعض ازاي. ركز كويس عشان دي مشكله هتقابلك كتير جدا في شغلك يعني. طيب دلوقتي انا معايا جهاز اكلاود. الجهاز ده العميل عارف الاكلاود بس مش عارف الباسورد بتاع الاكلاود. ثواني كده عشان عايز اوريك التجربه كلها تبقى عملي قدامك. انا حاليا معايا جهاز ايفون 13. الجهاز اهو زي ما احنا شايفين، الجهاز عليه اي كلاود، عليه اي كلاود، والعميل مش عارف باسورد الاي كلاود، بس الجهاز شغال طبيعي. دي بنسميها اوبن منيو، يعني جهاز اوبن منيو شغال طبيعي، بس مش عارف العميل يجي يحمل اي حاجه من اب ستور ما بيطلب منه باسورد الاكونت. طبعا ما يقدرش يعمل فورمات للجهاز او ضبط مصنع، لانه لو عمل ضبط مصنع للجهاز، الجهاز ده اوتوماتيك هيطلب منه اكونت اول ما يفتح، فحطينا في مشكله اكبر يعني. طيب اول حاجه هعمل ايه؟ تعال كده نقرا الجهاز، نوصل الجهاز ونقراه على 3 تولز. ادي الجهاز بتاعنا. هجيب وصله تانية طيب، عشان واضح ان الوصله دي فيها مشكله. بندوس وثوق طبعا عشان يقرا معانا، بندوس على وثوق عشان يقرا معانا الجهاز. طبعا كلمة وثوق دي بتظهر لك على شاشة اللابتوب، شاشة الموبايل أول. أيوه تراست، وثوق. تحط. لا ثواني، غير الكابل ده خالص. أسامة، كابل ايفون معلش. معلش يا أسامة. اديني كابل ايفون. آسف إن أنا قطعت الفيديو، بس كنت بغير الكابل. جبت كابل جديد خالص. هوصل الجهاز قدامكم أهو تاني.
طلب مني الوثوق. دوست هنا كده، كده هيبدأ يقرا معايا أو قرا معايا الجهاز. دوس أوكي. أدي الجهاز قاري معايا أهو. هبدأ أنا دلوقتي أعمل تشيك على الجهاز. هاخد السيريال بتاعي ده كده، خدته كوبي، وأفتح أي موقع أشيك كده على الجهاز. أسهل موقع أي فري ده، أي فري أي كلاود. أخش على الموقع وهبدأ أعمل تشيك عليه هنا أو هختار من فوق هنا إيمي تشيك. عايزني أعمل حساب، بقول له كونتينيو مثلا ويز جوجل ويز أي حاجة. شوف موقع تاني، مواقع كتير جدا أقدر أكشف بيها. أختار من لوكر، برضه من المواقع المشهورة. أتأكد تاني كده من الإيميل بتاعي كان آخره كام. أهو ده كوبي تاني أهو. خش على الموقع. طب هكتبه حتى، مش عايز تاخد كوبي. أهو H4 6W6 أهو. H4 6W 4 6 W 6 H4 6W6 NH 7RH NH 7RH NH 7RH NH 7RH. طبعا لازم يكون كله كابيتال، يبقى RH. هي مشكلة بس إني بصور بكاميرا خارجية، لأن الكاميرا الداخلية عندي متعطلة، فعشان كده حتى مش عارف أحط الجاك بتاع الماوس يعني. أنا بتحكم بجاك اللابتوب. هنا بيعمل تشيك. ثواني وهتظهر نتيجة التشيك بتاعتنا.
هنزل اهو تحت، ادي معلومات الجهاز بتاعنا. انا عايز اعمل تشيك على الايكلاود نفسه، اللي هو الايكلاود ستيت ده. تشيك هير صدى. يا رب تكون الكاميرا واضحة بس بتبين. طلب مني تاني السيريال تاني، طلب مني السيريال تاني اهو، H46W6 H46W6. H46W6 NH7RH NH7RH N NH7RH. هنعمل التحقق. بحاول أقرب الكاميرا. بيقول لي waiting. طيب نيجي هنا كده، هننزل هنلاقي، بص ركز معايا، الايكلاود بتاعي ماله؟ الايكلاود بتاعي اون. جميل، خلاص كده الايكلاود بتاعي انا اتاكدت ان هو اون، يعني الجهاز ده عليه ايكلاود كمان، عليه ايكلاود. طيب انا كنت قايل لك انه عليه ايكلاود، بس انا حبيت اثبت لك ان المواقع لما تيجي تكشف على الموقع هتلاقي عليه ايكلاود. خلاص هننزل، هنيجي نعمل ايه بقى؟ ركز معايا كده، همسك الجهاز بتاعي، جهاز الايفون. اول خطوه، اول خطوه هعمل عليه باسورد. انا عملت باسورد، عملت باسورد حتى بسيط، يعني اللي هو 1 2 3 4 5 6. طبعا هو الجهاز شغال معاك طبيعي، فانت تعمل عليه اي باسورد، بس احسن تعمل عليه باسورد سهل. يبقى اول حاجه هنعمل رمز للهاتف. تاني حاجه اوصل للهاتف واي فاي. يبقى اول حاجه هنعمل رمز للهاتف، عملت رمز للتليفون وبعدين وصلت له واي فاي. الحاجه اللي بعد كده، انا شيكت خلاص قدامك واتاكدت ان هو الايكلاود اون. هاجي بعد كده افتح الاي اف تي. هفتح عندي هنا الاي اف تي اهو. هفتح الاي اف تي، هاجي هنا اختار من تحت ابل، واجي هنا في اول واحده هنا على الشمال اللي هي ميسك دي، MISK MISC، واختار منها هنا انزل، اختار او انزل لحد خامس اختيار، 1 2 3 4 5 6 اختيار. ريموف اي كلاود اوبن منيو USB. ريموف اي كلاود اوبن منيو USB. هدوس عليه كده وابدا ادوس هنا ستارت، واوقف بقى على الخانه دي، اوقف على الخانه دي، وهعمل معاك شويه خطوات على الموبايل نفسه. طب ادي الموبايل بتاعي اهو، هفتحه قدامك. الموبايل بتاعي اهو. هبدا اول خطوه اخش على السيتنج، الاعدادات، سيتنج، وانزل لسفاري، ادور على سفاري. افضل كده نازل لحد ما ادور على
متصفح. يبقى من السيتنج انا عامل اهو السيتنج، هنطلع من عندي كده، انا كده فاتح السيتنج، هنزل بقى ادور كده على متصفح سفاري. اهو نزلت تحت كده واخترت التطبيقات، كنت بدور على متصفح سفاري، لقيت متصفح سفاري اهو في التطبيقات من تحت، اضغط عليه. بعد كده انزل لادفانسد اللي هي المتقدمه، الخطوات المتقدمه عندي اهي، كلمه متقدم عندي لقيتها في الاخر خالص، هدوس عليها وافعل اللي هي بنسميه ويب انسبكتور بالانجليزي، اللي هو مراقب الويب ده، شايفينه؟ مراقب الويب، افعله. يبقى كده انا فعلت مراقب الويب اللي هو ويب انسبكتور لو انت شغال بالانجلش يعني. طيب بعد كده هطلع خالص واخش تاني على متصفح سفاري. دخلت على متصفح سفاري وكتبت iCloud.com، شايفين؟ بعدين ادوس ساين ان او تسجيل الدخول، هدوس على، انا عايز اوريكم بس كل حاجه، تسجيل الدخول. هيقول لي تسجيل الدخول برمز الدخول، اختار دي، ما انا عامل رمز عشان كده، واحط الرمز بتاعي 1 2 3 4 5 6 كده. انا حطيت الرمز بتاعي، سجلت الدخول برمز الدخول. تمام. بعد ما سجلت الدخول كده برمز الدخول، هاجي طالع بره خالص كده، واجي هنا اجي دايس على يس هنا كده، ما انا مجهز كل حاجه. يو اس بي كيبل بيقول لي اوبن كلاود دوت كوم من سفاري براوزر، انا فاتحها اهي. ايوه، ركز معايا لحد ما يخلص. هي مهمه صعبه شويه بس يعني هتريح العميل وتريحك وتريح الدنيا، انك تحول الاكلاود من اون لاوف. تقدر بعد كده تفرمت الجهاز، تعمل اللي انت عايزه، لان الجهاز ده لقيته مع العميل وهو عليه اي كلاود ومش عارف يعمل بيه اي حاجه، الاي كلاود انه مش عارف الباسورد. ننتظر كده دقايق لحد ما نشوف هيحصل ايه قدامنا. زي ما احنا شايفين خدت وقت شويه، بس انا قطعت وقفت الفيديو عشان إيه كمل. بصوا معايا بقى ايه اللي حصل. اللي حصل هنا ان الجهاز اتحول لاوف، الجهاز بتاعنا اتحول لاوف. طيب تعالى نتاكد كده. هنيجي هنا في المتصفح بتاعنا، خلاص يعني ننزل تحت كده، هنيجي نفتح المتصفح بتاعنا.
هستخدم الماوس بقى كده أسرع. هطلع من تي اف تي ده خالص أهو. هو كده أدى مهمته. هي المشكلة ما عنديش أماكن على اللابتوب، بس عشان أحط الماوس هشيل البوكس. خلاص كده أنا هشيل الدونجل، كده هتحكم أسرع بالماوس أهو. هفتح الموقع اللي كنت فاتحه تاني، ايمج تشيك ايفون، واختار اهو اللوكر. نفتح 3 تولز. الماوس هيبقى اسرع لي بقى، فناخد ده كوبي كده. خدته كوبي خلاص اهو، احطه هنا. هعمل تحقق. هنزل تحت، شيك مور اللي هي اكلاود لوك، ستيت حالة الاكلاود اهو. شيك مور، هنزل اشيك تاني اهو بنفس السيريال بتاعي اهو. هو نفس السيريال اهو. هنتظر نتيجة التشيك. بص اللي حصل بقى، خدت بالك اهي، هنزلك تاني تحت بقت اوف اهي. الايكلاود لوك بتاعي بقى اوف. كده خلاص اقدر بقى اعمل اي حاجه في الجهاز، اقدر افرمطه، اقدر اعمل اللي انا عايزه فيه. اخش على سي تولز كده خلاص، هختار من هنا تول بوكس، اريز اول داتا. شايف هفرمط الجهاز وقلبي بيطمن، لان الجهاز بتاعي اصبح اوف، فانا اقدر افرمطه. اريز اول داتا، سيلكت اول، كل حاجه فرمطها لي. انا كده متاكد ان الجهاز مش هيطلب مني اي كلام. اوتوماتيكلي انتي داتا ريكفري، لا ولا اي حاجه من دول. اريز اول داتا، كده اقدر اعمل اريز للداتا بتاعتي وانا مطمن جدا اهو. كده الجهاز بيعمل اريز اهو، اريز للداتا. عمره ما هيطلب مني اي كلاود خلاص، بدل انا وقفت الاي كلاود بتاعي. كده العميل بقى يقدر يعمل اي كلاود جديد بباسورد جديد ويتعامل مع الجهاز طبيعي. معلش عارف ان الفيديو ده تعبكم وتعبني معاكم، والله معلش، بس انا حبيت اوضح لك خطوه خطوه، ما حبيتش اقطع اي حاجه من الفيديو عشان تشوف ان المشاكل اللي بتقابلني بحلها ازاي، وانت برضه تبقى معايا. انا كانت مشكلتي ان اللابتوب عندي فيه مخرجين بس، فحاطط الدونجل في مخرج وحاطط التليفون في مخرج، فمش عارف اتحكم بالماوس، بتحكم بايدي على الباده يعني. والباده عندي صعبه شويه لان هو الجهاز ده جهاز ابل وانا قلبه ويندوز يعني كده. احب اقول لكم برضو ان في مسابقه لكل مشتركين القناه، هديه مني ان شاء الله، من صاحب السيرفر او من اداره السيرفر. عباره عن اشتراك شهر في اداه سي اف تول. اشتراك شهر ان شاء الله هنعمل مسابقه عليه، والمسابقه دي بسيطه جدا. كل اللي هتعمله ان حضرتك بتعلق تحت الفيديو ده اللي احنا اشتغلنا فيه النهارده، وبتنشر 5 فيديوهات. بتختار 5 فيديوهات من القناة، يستحسن تكون فيديوهات انلوك تول وشرحها، وتنشرهم على الجروبات بتاعتك بتاعت الفيس بس، وتكتب تم تحت في التعليق تم. وإن شاء الله هنعلن عن اسم الفايز من المشتركين المرة الجاية إن شاء الله. يعني في الفيديو الجاي في أول الفيديو هنقول اسم المشترك، وهنتواصل معاه الخاص على الواتساب ونخش نسجل له الحساب. وشكرا لمتابعتكم لينا.